السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو بتحتاري كل يوم هتاكلي ايه، هتطبخي ايه، هتتغدي ايه، اشتركي في قناتي وكل يوم هنزلك اكلاتي وخدي فكرة واطبخي بكرة. وفطار النهاردة قلت لازم كده ما يعديش رمضان غير لما نعمل صينية البطاطس الجميلة، صينية البطاطس بالفراخ اللي كلنا بنحبها. هنحضر كده الصينية الكبيرة بتاعتنا ونحط الفراخ في جنب والبطاطس بجنب عشان كله ياخد لون كده بعد ما يستوي ويدخل تحت الشواية. هنحط كده البطاطس شرايح والفلفل والبصل عشان يدي ريحة وطعم للفراخ بتاعتنا وللبطاطس بتاعتنا، وفي نفس الوقت ضربنا في الخلاط التتبيلة اللي هنتبل بيها الفراخ، وطبعا البطاطس هتاخد من طعمها. ضربنا بصلاية وطماطماية وفلفلاية معاهم ملح وفلفل اسود وكزبرة ناشفة، وهنرش رشة زيت كده على الفراخ من فوق عشان تاخد لون تحت الشواية بسرعة ان شاء الله. وهنحط معلقة من السمنة مع البطاطس والصلصة طبعا وحبة من المية عشان تستوي، وهنغطيها كده. طبعا احنا معلقة السمنة اللي بنحطها عشان البطاطس بتاعتك ما تبقاش طعمها كأنها مسلوقة، لا هتديها لك طعمها طاجن بطاطس في الفرن ان شاء الله هيعجبك. وفي ناس بتقولي الرز بتاعي بيعجن مني وبيتكسر مني، فيلا نعمله كده مع بعض الرز المصري الجميل. هتحمري الشعرية بتاعتك وتكوني غاسلة الرز وسايباه يتصفى كده، وتنزلي على الشعرية بعد ما تاخد اللون الذهبي وقلبيهم مع بعض تقليبة حلوة، ويحط كده مع السمنة رشة من الزيت النباتي بتاعنا بحيث ان هو يخليهولك مفلفل ان شاء الله ويدي لمعة للرز الجميل بتاعنا. وزي ما انتم شايفين ظبطنا المية بتاعته غطيناه. التعجينة بتاعتك ممكن بتتعجن لان انت ما بتقلبهوش كويس في الزيت والسمنة بتاعتك حسب اللي انت بتحطيه، فتقلبيه كويس وتديله الشوربة اللي هو محتاجها. لازم تكون شوربة سخنة او مية سخنة عشان برضو ما يعجنش منك او يتكسر اثناء ما انت بتسويه على النار، وتغطيه وتسيبيه يستوي. وزي ما انتم شايفين احلى صينية بطاطس وفراخ طلعوا كده مستويين وطرية من جوه البطاطس وواخدة لون من بره. وطبعا السلطة بتاعتنا الفطار الرمضاني ما يخلاش من السلطة، وعملت لهم حبة عصير فراولة كده يفطروا بيه. يلا كده هسيبكم تحضروا الفطار ونبدأ نغرف مع بعض، وكل سنة وانتم طيبين إيه وربنا يجعلها سنة سعيدة علينا وعليكم. يلا كده لو عجبك فيديو النهاردة ما تنسينيش باشتراك ولايك، وخدي فكرة واطبخي بكرة. مع ألف سلامة.